كل واحد ما بيصليش يراجع نفسه، يراجع نفسه كويس جدا جدا جدا. يعني الصلاة بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، بين المرء والكفر ترك الصلاة. تسيب الصلاة أصبحت كارثة. وبعدين الصلاة بتاخد منك قد إيه؟ هي بتعمل حاجة احنا مش عارفينها. واحد بيقول لي يعني أنت ما تقعد تطلع وتنزل ومش عارف إيه، بتتريق كده ربنا يرضى عنك؟ قلت له هجاوبك، أنت راجل متعلم. المناقشة دي حصلت، التليفون ده بضغط يطلع لك فلان، ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. قلت له برافو عليك لانك مش دارس. جايز لو جبت واحد يقول لك بيحصل كذا كذا، انما انت جاهل ما تعرفش التليفون ده بيرد عليا ازاي. وانا برضو جاهل، لما دي بتلمس الارض ما اعرفش بيحصل ايه، ما اعرفش بيحصل ايه، لاني اقدرش اقول لك ايه اللي بيحصل لما الجبهه دي تلمس الارض. يعني انت اذا كان هو ربنا اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد، يبقى في حاجه. الصلاه في حاجه، مش مهم نقعد نفسرها. ما تقوليش دي حركات جسم رياضه، لا مش موافق. ما تقوليش انها حاجه روحيه، لا. الصلاه امر. الفجر مهم جدا، لو لقينا له تفسيرات علميه كتر خيركم، انما من غير تفسيرات علميه انا بصلي. اللي ما بيصليش يراجع نفسه.